سهلة بسيطة بس جميلة. تعالوا نعمل بقى ممبار بوبس، والممبار العادي بشكل وطعم وطريقة جديدة وطريقة سهلة، وازاي ننضفه بأسهل حاجة وما يبقاش مشقة على ست البيت. شايفين الشكل طالع جميل وفي منتهى الجمال وريحته أجمل منه. يلا نشوف المكونات بتاعتنا. أنا جبت ممبار الكمية بقى اللي انتي عاوزاها، ما طبعا غسلته كويس بالملح والليمون، ودي طريقة للقلب سهلة جدا. دي المعلقة بتاعتك، هاتيها وحطيها كده زي ما انتي شايفاها، وابتدي كشكشي عليها وبعدين اسحبي الطرف بتاعه. طريقة سهلة سريعة جدا للقلب الممبار. وبعد كده هتغسليه تاني بالملح والليمون، وحطي ملح كتير وحطي ليمون كتير. بعد كده هاتي الرز بتاعك. انا حطيت على الكيلو الممبار كيلو رز، وعليه كيلو من الطماطم متقطع وشبت وبقدونس وكزبرة وبصلة كبيرة. وحطي بقى التوابل بتاعتك اللي هي ملح وفلفل وبهارات اللحمة وكزبرة، وظبطي التوابل بتاعتك. وبعد كده احشيه وظبطيه كله كده كويس، يبقى كله متساوي والرز فيه مقاس واحد. بعد كده هاتي خيط خاص بالاكل او بكرة خيط من عندك، مش مفيش مشكلة مش هتفك، وابتدي بالطرف كده اربطيه عشان تعملي الممبار البوبس. هتبتدي تاخدي على مسافات حوالي 5 سنتي، كل 5 سنتي هتلفي الخيط وتربطيه وتقصيه، وتكرري الموضوع ده لحد ما تخلصي الكمية اللي انت عاوزاها. على فكرة الطريقة دي سهلة. الناس اللي بتقول حشو الممبار البوبس بياخد وقت ومزعج وكده، لا هو سهل وبسيط، بس اتبعي الخطوات دي هتلاقيه سهل وبسيط قوي لحد ما تخلصي الكميه. بص انا عملتها واحده واحده طويله جدا، حبيت اوريها لكم كده واعملها على حته واحده. طبعا انت ممكن تقصقصي وتعملي على مساحات حوالي 20 سنتي 30 سنتي، ما تعذبيش نفسك. لا بس انا حبيت اوريكم الشكل الجميل اللي طالع ده. وعملت تاني جزء تاني قد صباع الموز، ربطته على مساحات صباع الموز. على فكرة الطريقة دي ما تخليكيش تهدري في الممبار الني، ما نقعدش نسيب الطرفين، نسيب من كل طرف 5 سنتي عشان لما تنزل المية ما تفكش مننا. بعد كده هتحطي المية المغلية بتاعتك وحطي نفس التوابل اللي حطيناها، قرفة لورا ملح وفلفل اسود الليمون الناشف بتاعك، وظبطي الملح بتاعك كويس. واول المية ما تغلي وحطي بصلة وحطي فلفل وحطي طماطم ويتسلق معاكي. انا ما خدش معايا نص ساعة. وبعد كده شيلته وحطيته في زيت مقدوح ياخد اللون الاحمر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده تطلعيه، مفيش حاجة مننا فكت مفيش حاجة مننا فرقعت. الشكل حلو الشكل جميل والطعم ممتاز جدا، والخلطة بتاعته خفيفة ني في ني عشان الحر اللي احنا فيه، ويديكي نتيجة في منتهى الجمال. وجربيه هيعجبك جدا، وكل سنة وانتوا طيبين. وبصراحة الممبار بيتكلم عن نفسه وشكله حلو جدا. وبالهنا والشفا، واعملي وجربي. وبعد كده هتفكي الخيط طبعا منه، ممكن تفك الخيط بعد ما تسلقيه على طول لان هو خلاص بيكون خد الشكل بتاعه، وممكن تفك الخيط بعد ما تحمريه، مش هتفرق. المهم ان هو الممبار طلع في منتهى الجمال.